بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والمسلك الحميد إن العركة بين حسان وبلال كانت هتبتدي، وهما الاتنين خلاص ريدي، ولأن كل واحد مغلول من التاني فأنصاف كانت هترقع بالصوت الحيالي. نائر ونقير وبينهم السنيورة، عركة فلالي يا أمورة. عندك لها فيو نشيره يا أميرة، نعمل من وراه سبوبة كبيرة. يا دي الشير واللي جرالنا منه، الناس خلاص اتجنوا من يوم ما عرفوا ان اليوتيوب بيجيب فلوس، وبنشوف الاهطل والمتخلف والموكوس. سايق عليك النبي يا بيه، خليني ساكتة وصلي عليه. اللهم صل وسلم على الحبيب. نرجع للعركة اللي زي اللهاليب. يا دوب العركة هتبتدي يا مولاي. طب ما تيجي نسمع الحكاية. وكل من ركب حتة حديد مصدية يعمل فيها ابو عرام. ده انت جاي بقى تقول شكل للبيع وعايز تتربى. تتيه ولا لا؟ ده ولا انت ولا 10 من عينتك. يا لهوي يا حسان. لا حسان ايه يالا؟ بتمسكوا ببعض ولا ايه؟ ما هو صبيك اللي جاي ترازل يا معلم رزق وفاكر نفسه ان هو. اتكل على الله يا حسان وشوف حالك. وانت يا بلال روح على المكتب واقعد هناك مطرحي. بتقلب الصابع يا حسان، وخد بالك من الكلام اللي بيقع منك، ولا انت عارف بقى؟ اللي بتديهولي امنعه يا معلم، ولو تقدر لي على حاجه انا معاك لاخر التوصيل. لا سيبنا دغدغ نفوخه يا معلم، اي رزل قوي. قلت لك روح على المكتب. وانت يا حسان لك اخ كبير يترد عليه. اصل يا معلم وانا بشوف الطلبات. انت ايه اللي موقفك وسط الرجاله يا بنت متولي؟ غوري على الجراج وياخد معاه بره تاني. اصل انا كنت انا قلت لك غوري. على اخر الزمن الرجاله هيولعوا ببعض بسبب عيله مطيوره. وده بقى اللي مخليك مسهم ومش عارف تاكل لقمتك يابا. بقول لك الولا بلال طلب ايدك مني، وانت عارفه وانا عارف انه ما طلبش الطلب ده محبه ولا دوبان في حبال الهوا، انما طمع في اللي عندك واللي هتورثيه مني بعد عمر طويل ان شاء الله. طه ما انا عارفه، وهو كمان عارف اننا عارفين انه طمعان. بلال بيلعب على المكشوف يابا، وده شيء ما يعيبهوش، بالعكس ده يخلينا عارفين اوله من اخره. خلصي، يعني اقول ولا اقول لا؟ ما تحيرنيش معاك يا عيشه. بص يابا، مفيش مخلوق يقدر ياخد مني قرش تعريفة واحد انا مش عاوزة ندهوله الا بمزاجي. ده انا بنتك يابا، وادور تحت كميني 10 من عينة الواد بلال ده. يوه برضه مش عايزه ترسيني معاك على بره، انا داخل اوضتي. اعملي لي شاي بدل هرشه النافوخ دي. حاضر يابا، هنعمل لك الشاي ونرسيك على الدور. اطمن يا معلم رزق. الله اكبر الله اكبر. دي العربيات ولا بلاش عوض؟ طب اهدى شويه يا حسان، الفرحه توقف قلبك. كلها كام ساعه وتركبها وتعمل بدالك، انما دلوقتي يابا انزل يا معلم عشان نبيتها في حته امان. والله هين عليا ادخل بيها ميدان محطه مصر واخلي البشريه اللي ماليها عزه دي تعرف قيمه المعلم عوض هي قيمتي بالعربيه برضو يا حسان. ما قصديش يا اخويا، اصل يعني. انزل بقى، مش عايز كلام كتير. باين الفرحه جننتك وهتخليك تخرف. انزل عشان اودي العربيه القصعي. القصعي؟ ليه؟ بقيتها تحت البيت عندنا. يا سلام، عشان تلاقي خبرها وصل المعلم رزق بعد ربع ساعة، واللي بنجهز له الصبح يطلع على فشوش. طول عمرك خفيف ومستعجل يا حسان. يا ولا لما تحب تعمل حاجة تعملها بمعلمانية يا ما تعملهاش. فاهم يا تغف؟ يلا انزل بقى خلينا سوق يا اخويا، سوق دلوقتي زي ما انت عايز، انما بعدين حسان هو اللي هيسوق. مش هيفرمل ابدا.
معلم رزق يا معلم، انت نمت ولا ايه؟ انصف. ايوه يا جدعان، ده انا عمري ما شفت حلاوه بالشكل ده. تعالي تعالي هنا يا بنت، تعالي جنبي على السرير. تعالي. يابا يوه، هو كل يوم يابا تقول لي اعملي لي الشاي وتسيبه وتنام؟ ايش، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاتي هاتي الشاي يا بنتي، هاتي. خد يابا. ابا نعم. بقول لك ايه، ما تديش رد للولا بلال دلوقتي، سيبه يتمرمط كام يوم كده، واول ما يستوي ناولهوني وانا هنظبطه. طب يعني لما يسأل اقول له ايه يا عيشه؟ قول له خير ان شاء الله، وخليني بقى افصله على قد ايديا. ما هو الطماع اللي زي بلال ده حتما ولابد يتمرمط وتنكسر مناخيره، وإلا مش هنعرف نحكمه، ونبص نلاقيه هو اللي بيحكمنا ويتحكم فينا. اللي تشوفيه يا عيشه، ولو اني يعني عاوز. لو انك ايه يابا؟ بس بقول لك ايه، أنا عاوزة اتخمد. انا يا بنتي مش عارف هعمل ايه بعد ما تتجوزي وتروحي بيت عتلك. مش هتعمل حاجة يابا، راجل كبارة زيك المفروض يهتدي بقى ويقضيها من الجامع ده للجامع دوكا. وانا بفوت فرض يا بنت زينب؟ يابا لما سواق من اللي شغالين على خط الصحراوي يتعب ولا يهكع بتعمل معاه ايه؟ شغاله على اي خط جوه اسكندريه الساعه الموقف سموحه على قد صحته بدل ما يعمل لنا نصيبه. طه يابا خليك بقى في الخطوط الداخليه وبلاش الصحراوي اللي في دماغك ده، لو حبيت تلاقي لك ونس يعني على اخر ايامك. قطع لسانك اللي مبر منك ده، غوري جاتك الهم. خيال الراجل العجوز انشغل بالصبية، فقيرة ومنكسرة بس قوية، وهو راجل ميسور، بس ازاي يبعد عنها الشاب الغدور؟ تقصدي يا حسان السواق؟ لا كده مش اخلاق. رزق هيجيب لنفسه بلوى، راجل عجوز هيتجوز بنت صغيرة وحلوة، النهاية اكيد معروفة، مصايب بالزوفة. ما هو برضو قال له روحه نفس الكلام، بس يعمل ايه في لوعة الغرام؟ من ناحية تانية حسان واخوه راحوا جابوا العربية الجديدة، وعشان تحمل من الميدان هتقوم خناقة شديدة، ما هي سيطرة رزق ورجالته قوية، يعني الخناقة جاية. حلو، اوعي بقى حد يحوش لحسن عشان يطلع على فشوش. اطمن يا مولاي، ركز واسمع الحكاية. الو، ايه؟ عوض وحسان اخوه جايبين عربيه على الزيرو وبيحملوها رمسيس. بتبقى العربيه دي هتتخرط وتتباع خرده النهارده، وعلى ايدي حسان حط صباعه تحت ضرسي، ولازم اعلم عليه واخليه عبره لاي حد يستعد على المعلم رزق السواجي. الحمد لله رب العالمين. يسلم ايدك يا عيشه يا بنتي. الف هنا وشفا يابا. يوه يا دي الموبايلات اللي ما بتبطلش رن. ايوه متولي. ايه؟ ما تتكلم بالراحه هلا عشان افهمك. ايه حصلت؟ طب بالسلامه انت. مش ناقص غير عوض واخوه اللي يعملوا لي فيها اصحاب عجل ويحملوا على عربياتي. يا نهار مش فايت، واخد طبنجتك ونازل على فين يا معلم رزق؟ اوعى من وش السعاده يا عيشه، انا عفاريت الدنيا كلها بتتنطط قدامي. طب ايه اللي حصل بس يابا؟ فهمني الاول وبعدين ابقى اعمل ما بدالك. جوز عيال هفا دخلوا الميدان بعربيه زيرو وبيحملوها على عينك يا تاجر. وفين بلال وبقيه الهلومه اللي انت منيمهم في الجراج؟ زمانهم دغدغوا لهم العربيه، بس انا لازم انزل لهم واعلم عليهم بايدي. استهدى بالله بس يابا، بايدك يا معلم رزق ماشي، انما بالطبنجه اوعى من قدامي يا عيش، انا ما فيهاش دماغ لكلام الحريم ده. مش هتنزل بالطبنجه يا معلم رزق،
ولو تاخد بنصيحتي ما تنزلش من اصله. ايه؟ ما نزلش من اصله؟ اتخبلت في عقلك يا بت ولا ايه؟ الاتنين دول لو عدوا بعملتهم 1000 من هيستجري ويقلدهم، وساعتها مش هيبقى لي قيمه في ميدان محطة مصر بحاله. معاش ولا كان اللي يقول كده يابا، بس اللي يستجري ويدخل بعربية زيرو تسوى شيء وشويات في حتة لابش وعاوز يحملها غصبانية قدام عين رجالتك، يبقى مدبر أموره ومرستق حاله. قصدك يا عيشة؟ قصدي تستهدى بالله وتستنى العركة لما تخلص، ولو بلال واللي معاه خلصوها يبقى تنزل وتحط التاتش بتاعك، ولو حصل حاجة تانية تبقى نصيبة كبيرة يا عيشة. ما تقدرش البلا يابا قبل وقوعه. بس الأول هات الطبنجة اللي في ايدك دي واقعد قولي مين الاتنين صحاب العربية دي وايه ميتهم يا معلم رزق؟ الو متولي. ايه؟ ضربوا بلال وباقي رجالتنا وحملوا العربيه؟ طب اقفل انت ولا هتصرف. سلام. اللي قلتيه حصل يا عيش، كانوا عاملين حسابهم ورستقين العركه كده، هبت راحت في الميدان كله. ابدا يابا، من اللي عرفته منك عن عوض احلف لك 100 يمين انه هيدخل تحت طوعك. اما اخوه الصغير اللي اسمه حسان فانا هندخله تحت كميني، قصدي كمينك يابا. مش فاهمك يا بنت زينب. الواد بلال بعد ما انضرب لازم نبعده عن اسكندرية، وديه السعيد بقى يشتغل هناك. اعتبر ده حصل. يبقى انت يلزمك غيره تستقوى بيه، وغيره ده هيكون مين غير عيل طماع وعينه فارغة زي الواد حسان، وراجل بايع الدنيا وله كلمة وسط عزوته زي عوض. يا بنت اللذينة، بس الحكاية دي لو مؤاخذة نعملها ازاي يا عيشة؟ اقول لك يابا، عيشة رسمت الخطة التمام وخلت أبوها يسيطر على الموقف بسلام. ضمت عوض وحسان تحت جناحه ياكلوا عيش ويرتاحوا. أما هي فحطت عينها على حسان وطمعته بالمال والسلطان. يعني عاوز تخطفه من أنصاف يا خفي الألطاف. طب هي تطمع في واحد زي ده ليه؟ بأمارتي ايه؟ حلوة ومعجباني وتحت السيطرة، وهي لا كانت حلوة ولا صغيرة. باختصار تقدر بمالها تسيطر عليه، بالعربي تبيع وتشتري فيه. وهو طمع ولا تمثل بحبيبته؟ العدو يخيب خيبته، طمع وباع اللي بتحبه، إنما خد العقاب من ربه. كان عامل حسابه إن عيشة هتكبش وتديله، إنما خلته ما يعرفش بوزه من ديله. كانت كل يوم يا مولاي. بعدين نكمل الحكاية. مولاي.